اصل انت لو مستني تشتري التليفون الكويس او تجيب الكاميرا الكويسه عشان تبدا صناعه محتوى يبقى انت مش هتبدا خالص. دول اهم 5 نصايح لو عايز تبدا صناعه المحتوى من الصفر. رقم 1، بلاش تستنى تبقى جاهز 100%، ابدا بالمتاح. الساعات المثاليه الزياده في اول الطريق بتعطلك اكتر ما بتطورك. رقم 2، التعليم من غير تطبيق عملي اكيد مضيعه للوقت. صور واغلط وعدل وافشل مره واثنين وثلاثه، اصل دي الطريقه الوحيده اللي انت تنجح. اغلط عشان تتعلم. رقم 3، اهتم بالاساسيات قبل الادوات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هات افكار خارج الصندوق، اختار في التصوير زوايا مختلفه او اتعلم اضاءه صح، اهم بكتير من ان انت تفكر تشتري سامسونج او ايفون. رقم 4 وبالنسبه لي دي اهم حاجه، خليك حقيقي، ما تبقاش انسان متصنع. الناس بتحب الاحساس والصدق قبل جوده الصوره ونوع المايك اللي انت بتستخدمه. خليك نفسك، ما تصنعش شخصيه مش بتاعتك. خامس نصيحه، بس قبل ما اقول لك النصيحه الخامسه، انا 90% من الناس اللي بيتفرجوا عليا ولا متابعيني ولا بيعملوا لي لايكات ولا اي كومنتات، انا ما بشوفش منكم تفاعل، فلو سمحت انت مش هتخسر حاجه، انا بعلمك وانت بتستفاد. نرجع بقى للنصيحه الخامسه، سيب مساحه لنفسك. يعني ايه الكلام ده؟ اصل الراحه مش رفاهيه، لما تفصل شويه عن السوشيال ميديا ده ممكن يخليك تبدع وتطلع انتاجيه اكتر من ان انت مستمر كل يوم. ما تضغطش نفسك، مش لازم من كل يوم فيديو، ممكن فيديوين في الاسبوع يبقى احسن من كل يوم ان انت تنزل فيديو. ابدا باللي معاك، التطور هيجي في الطريق، مفيش اي حد بيجري وراك. وما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بامبارح بس. واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر نصيحه حسيتها ليك انت بس.